مخك متبرمج ان هو يحميك، مش ان هو يخليك سعيد. علشان كده ناس كتير مننا لما بيسمعوا 100 حاجة حلوة في اليوم وحاجة وحشة بس تحصل لهم، بتلاقي نفسه مركز بس على الحاجة الوحشة دي. ليه؟ هو بني آدم سلبي؟ لا، هو مش بني آدم سلبي. المخ متبرمج على حاجة اسمها النيجاتيفيتي بايز، يعني الميل السلبية. ده كان بيحصل من قديم الأزل علشان يحمي الإنسان القديم من أي أخطار ممكنة. فأول ما تحصل حاجة سلبية واحدة يلاقي إن المخ نشط وبدأ يركز فيها ويشوف ايه اسبابها علشان يحمي نفسه. المخ لسه بيتبع هذا النظام البدائي معاك، مع ان مفيش اخطار من السلبيه دلوقتي خالص. فانت محتاج تفكر نفسك لما حاجه وحشه تحصل تقول لنفسك دي بتحصل علشان تعلمني حاجه، ولكن حصلت وسط 100 حاجه حلوه النهارده، علشان تعود دماغك ان هو يركز على الحلو مش يركز على الوحش. وحاجه وحشه بس تمحي لك 100 حاجه حلوه وتخلي يومك وحش. ركز على الحلو، اعرف ان ده ميكانيزم من مخك عشان يحميك، وانت مش محتاج حمايه خلاص.